بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن الأحوال. تكون فيديوهاتنا بسيطة وخفيفة على قلوبكم. بصوا بقى، الدنيا عندنا شتاء شتاء فظيع. أنا هنا كنت في الشغل الظهر، وكنت واخدة معايا عادل ابني. هو بيشاور لي في ايه بإيده كده وبيقول لي بصي يا ماما الشتاء، وفي ناس يعني قاعدة كده تحت البيوت مش عارفة تمشي من الشتاء، وفي طبعا الناس اللي قاعدة على الرصيفة بتبيع، كله بقى بيشيل البضاعة بتاعته وبيجري بيها، عشان طبعا انتوا عارفين أكل العيش. ربنا يقوي كل واحد يا رب على اللي هو فيه. بصوا المنظر. حبيت بقى ان انا ايه بعد ما اروح بقى، طبعا عادل كان متلج من الشتاء، وطبعا مالك كان في الجلسات، جبناه وروحنا بيه. قلت اعمل لهم بقى حاجة كده ايه تديهم طاقة حرارية كده ويتدفوا بيها، لانهم يا حبايبي كانوا متلجين. انا روحت نقعت الحمص دهوت. هو المفروض ساعتين، بس انا نقعته اكتر من كده، والله اكتر من ساعتين. بصوا حتى هو نفش كده معايا، لان هو ما كانش صغير كده لان هو سوري ما كانش كبير كده، كان صغير. غسلته غسلة حلوة ونقعته، وبعد ما نقعته رجعت غسلته غسلة كمان. هي مش غسلة بقى، هي شطفة كده بس من المية بتاعة النقع. بصوا بقى يا جماعة الطريقة ديت، بصوا طريقة حمص الشام الأصلية اللي كل الناس بتعمل بيها. هنا أنا معايا الحمص اهو زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليه بصلاية. واستنوا معايا عشان هنقوله كلمتين مهمين جدا في فيديو النهاردة. وحطيت فص توم، بس ما حطيتش كتير، فص واحد، وقطعته قطعته قطع كبيرة لأن احنا بعد كده بنرميه. وحطيت ملح وحطيت شوية فلفل صغيرين، وحطيت كمون لأن هو أساسي فيه الكمون. أهم حاجة أساسية فيه هو الكمون. بصوا طعمه كان تحفة وجميل. وحطيت عليه هريسة شطة، وما حطيتش ملح كتير لأن هريسة الشطة طبعا فيها ملح. عايزة أقول لكم إن أنا كنت حاطة هريسة شطة معلقة كبيرة. عايزة أقول لكم إن أنا حطيت معلقة كمان، هي دي معلقة صلصة. عايزة أقول لكم إن أنا حطيت معلقة هريسة شطة كمان، لأن هما بيحبوا يعني ولادي واخدين عليه حراق، بيحبوا الحاجة الحراقة زينا كده، مبيعرفوش ياكلوه إلا حراق كده. وهو بيني وبينكم ما بيتاكلش أصلا لحراق. شايفين بقى الشكل بقى جميل إزاي؟ تحفة تحفة. بصوا حبيت أقلبه كده قدامكم عشان تشوفوا شكل الجمال ده. شايفين المنظر؟ تحفة. تعالوا بقى هنا، أنا غالية مية هيت في الكتل، عشان خاطر المية على البوتاجاز بتاخد وقت شوية، فأنا غليتها وحطيتها عليه كده، وهولع عليه بقى على النار. بمجرد طبعا أنا لما حطيت المية، المية بردت ما بقتش مغلية. بمجرد المية ما تبدأ تغلي تاني على النار، هوطي عليه واسيبه بقى على مهله خالص. بص حطيت هرسة شطة اهي تاني، وهحط تاني كمان كده. تمام. هرفعه بقى على النار، على نار عالية، وأول ما يغلي هوطي النار عليه. دي العجانة كنت بعجن فيها، هشيلها مكانها. وهنبدأ بقى ايه بقى، نغسل المواعين بتاعتنا زي ما متعودين. احنا عندنا اي مواعين بنغسلها اول باول، ما بنسيبش بقى ايه مواعين في الحوض. وهنشيل المواعين القديمة اللي احنا غسلنا. بصوا بقى، عايزة اقول لكم على حاجة. اليومين دول الناس كلها تايهة بسبب ايه يعني. انا قبل الفيديو ده كنت بدور على حاجة عشان اعملها، ما لقيتهاش خالص. حاجة انا محتاجاها يعني عايزاها ضروري، ما لقيتهاش خالص. بقيت ادعي اللهم رد الي ضلتي، وعماله ادور هنا وهنا وهنا وهنا، مفيش فايده. باجي انا بقى بعد كده، بعدها بيوم بيومين بتلاتة، وانا بروق بعمل اي حاجه تانية، بلاقي الحاجه اللي انا كنت بدور عليها دي، بلاقيها مع اني ما كنتش لاقياها وانا بدور عليها. اليومين دول الناس كلها استغفر الله العظيم يا رب تايهه. الناس تايهه بسبب الاسعار، ودي طبعا طبقه كبيره جدا من الناس تايهه بسبب الاسعار. الناس كلها محتاره بسبب الاسعار اللي زادت. بس ادعوا ربنا بالبركة يا جماعة. البركة طبعا بتخليكي كل حاجة تكفيكي بإذن الله ببركة ربنا. والناس، في ناس طبعا تايهة بسبب الهم والغم والمشاكل. ربنا يكفينا ويكفيكوا شرها يا رب، وما يجعلناش منهم أبدا يا رب، ويبعد عننا المشاكل. واللي متوتر طبعا اليومين دول بسبب الامتحانات، لأن في امتحانات نص السنة. ما هو احنا اللي بنبقى قلقانين. الجيل بتاع دلوقتي
ما بقاش في دماغه حاجة. الولاد اللي في الثانوي واللي في الاعدادي، حتى اللي في الابتدائي، حتى اللي في الكليات، ما بقاش في حد في دماغه حاجة. ما بيبقوش مقدرين ان احنا بنتعب علشانهم ماديا ومعنويا، وقد ايه احنا بنبقى عاوزينهم يبقوا احسن مننا في كل حاجة. عاوزين ايه بقى الايام الجاية ديت؟ عشان خاطر ايه الهم اللي احنا بنمر بيه ده كلنا، وغلاء الاسعار وكل حاجة. عايزين كلنا ندعي لبعض بكل الخير، كلنا ندعي لبعض بكل الخير يا جماعة. كلنا ندعي لبعض، ما تدعيش لنفسك بس، ادعي لنفسك ولغيرك عشان الدعوة تستجاب. ما بقاش بإيدينا حاجة غير الدعاء. ما بقاش بإيدينا حاجة غير الدعاء، ان احنا ندعي لبعض. لان احنا بنمر بأيام ما يعلم بها الا ربنا. بصراحة الأيام اللي عدت ديت كلها، كل ما تروح تشتري أي حاجة تلاقيها زايدة في السعر، كل ما تروح تشتري أي حاجة تلاقيها زايدة في السعر. ده طبعا ده بيترتب عليه ان بيحصل مشاكل في البيت، ان المصروف مش مكفي، وان الاب مبقاش مكفي ولاده، وان الام لازم كمان تنزل هي كمان وتشتغل. انا طبعا من زمان وانا بشتغل وقايله لكم الكلام ده، لان بصراحه في الايام اللي احنا فيها دي الراجل ما يقدرش يسد على بيت لوحده. البيت طلباته كتير جدا جدا جدا. ما علينا كمان من الاكل والشرب، الحاجات التانية اللي جنب الاكل والشرب كتير طبعا، مصاريف الولاد والدروس والايجارات والميه والنور والغاز والحاجات دي كلها حاجات بتبقى متراكمة علينا، وكلها حاجات بتبقى فوق دماغنا وبنفكر فيها طول ما احنا قاعدين. دماغنا شغالة، دماغنا شغالة ليه؟ لأن الدنيا زادت، بقت أكتر من الرواتب أو من الفلوس اللي داخلنا، فما بقناش قادرين نكفي. هنعمل ايه؟ كلنا بقى ندعي لبعض الأيام ديت كده ان ربنا يفكنا من كل دي. أو أحسن دعاء الأيام دي يا جماعة ندعي لبعض اللي هي ايه؟ ندعو لبعض بالبركة، ان ربنا يبارك لنا في مالنا وولادنا وحياتنا. يا رب احنا وغيرنا وكل المسلمين أجمعين من أمة محمد، اما تدعي ادعي قول يا رب بارك لي في ولادي، وبارك لي في حياتي، وبارك لي في مالي. البركة انا وكل اللي زي من أمة محمد يا رب. علشان البركة دي، البركة لما بتحل في البيت، البركة دي جند من جنود الله الخفي. اما ربنا يبارك لك في مالك هتلاقي المال زاد. لما تدعي بالبركة في مالك هتلاقي المال زاد. لما بتدعي بالبركة في ولادك هتلاقي ولادك مستواهم بقى احسن، وممكن ما يحتاجوش ان هم ياخدوا دروس ولا تدفع فلوس عليهم. اما تدعي بالبركة في حياتك ربنا هيبارك لك في شغلك وفي طريقك وفي كل حاجة، او في شغلك وطريقك وكل حاجة. فلازم ندعي كلنا لبعض الايام دي بالبركة. تعالوا بقى نشوفوا ايه حمص الشام بتاعنا كده، شايفين بقى جميل ازاي؟ بصوا تحفة تحفة، طعمه تحفة كده. بس اللي ياكل منه بقى حراق مولع، بيدي طاقة حرارية ايه. اللي وصل معايا هنا الفيديو بقى ما تنسوش لايك الفيديو وتشتركوا في القناة عشان يجيلكوا كل جديد من قناة يوميات وممالك. الناس المشتركة معايا متابعتكم ليا على راسي من فوق، متحرمش منكم يا رب. لايك للفيديو يا حبايبي وشير. بصوا هنا بقى انا بحطه بالبصل بتاعه بالطماطم بتاعته، انا بحب اكله كده بالشطة بتاعته، ما بصفيش المية بتاعته. طبعا اللي عايز يصفي المية يصفيها، لكن احنا بنحب البصل اللي بيبقى معاه ده، بيبقى جميل وطعمه جميل جدا، والطماطم بتبقى جميلة برضو. كده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. أسيبكم بقى في رعاية الله، مع السلامة.